منذ أيام قليلة أقيم حفل تتويج ملكة جمال العرب لهذا العام، وشاركت فيه 22 ملكة من مختلف أنحاء الوطن العربي. وعن تفاصيل الحفل وهذا المهرجان يشرفنا أن تكون معنا غفران إسماعيل، وصفة ملكة جمال العرب من السودان. صباح الخير. صباح النور. صباح الجمال. في البداية يعني كيف قررتي أنك تشاركي بهذه المسابقة؟ كان شفت أنا البيج نزلت على الفيسبوك، فدخلت أشوفها فقررت إن أنا أروح أشترك. خلاص اشتركت، اتقبلت فيها ونزلت معهم في المعسكر 12 يوم، خلص لحد لما جه الفاينل بس طلعت الوصيفة. ألف مبروك. طبعا يعني أنت شاركتي من خلال الإعلان بس ما كان عندك دافع لتشاركي بالمسابقة؟ لا، أنا ما كنت أعرف. ما كنت قبل تعرفي، لكن شاركتي في هذا المعسكر 12 يوم. يعني اشرحي لنا هذا ال 12 يوم كيف كانوا عليكي وشو كان بيتخللهم يعني فعاليات؟ 12 يوم عندنا تدريبات، عندنا امتحانات. نعم. معي تدريبات، امتحانات، في مسابقات طبخ. يعني كل يوم كان في حاجة شكل كنا بنعملها. أكيد. بس فكل يوم كان عندنا حاجة شكل بنعملها، وكنا بنطلع يعني بنعمل سبونسر في أماكن بس، ولحد لما خلصنا وطلعنا في الفاينل. طب يعني هي أول مشاركة إلك في ملكة الجمال؟ كان أول مشاركة إلي. احكي لنا عن تفاصيلها أكثر، كشعورك أنت في المشاركات. أنا كشعوري أول مرة دخلت فيها يعني كنت خايفة، بس بعدين لما تعرفت على الأصدقاء هناك تأقلمت معاهم، حبيت إن أنا أكون موجودة معاهم في المعسكر. يعني حبيت، أنا الأول كنت خايفة. طب شو هي سبب مخاوفك؟ ناس ما أعرفهمش، أشخاص جديدة علي، مسابقة، كل الحاجات دي يعني كنت خايفة منها مثلا يعني. لكن شعرتي بالتأكيد بشعور مختلف وبهذا الاندماج بين الثقافات العربية أثناء تواجدك في المعسكر. وكيف وجدت أن عليك تمثيل بلدك عن طريق هذه المسابقة؟ كنت أمثل بلدي أول شيء كلبسي، كثقافتي، كطريقة معاملتي، ككل حاجة. فأنا يعني لما حبيت إن أنا أشارك في المسابقة، أول حاجة حبيت إن أنا أخش باسم بلدي. نقلتي الثقافة والصورة السودانية. أكيد. طيب خبرينا أكثر برضو عن الأسئلة اللي كانت بتوجه لك في المسابقة. كالامتحانات يعني كان عندنا امتحان، لو أنا أصبحت ملكة جمال العرب بعمل إيه للدول اللي فيها الإرهاب. ده كان أول امتحان. ثاني امتحان جوابك كان؟ جوابي كان إن أنا بعمل مؤسسة بدعم فيها كل الدول، بعمل مؤسسة في كل دولة، بخلي كل بنت من كل دولة تبقى سفيرة السلام العالمي للدولة. وأنا بفتح مؤسسة ثانية هنا عندي، أول حاجة في السودان وبفتحها طبعا في جمهورية مصر العربية. بس دي كانت أنا إجابتي على السؤال. إنه إجابتي على السؤال برضو إن أنا بفتح مؤسسة بلم فيها كل اللاجئين من كل الدول اللي كانت فيها الحروب، اللي كانت فيها الإرهاب عندي، وبحاول إن أنا أعيد تأهيلهم تاني من جديد. طب شو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني كان أنا برضو لو أصبحت ملكة جمال بعمل إيه لبلدي؟ الأول كان الإرهاب، الثاني إيه لبلدي؟ وأجبتي عليه ب؟ أجبت عليه نفس الإجابة، إن أنا بعمل بلدي، بعمل فيها كل حاجة أنا بلدي ناقصاها أنا بحاول إن أنا أعملها. طب ما هو السؤال حاجة معينة الأصعب بنظرك؟ يعني تحمل المسؤولية، بالتأكيد اللقب بحمل الملكة مسؤولية اجتماعية معينة. أكيد. كيف وجدتي هذا؟ مسؤولية كضغط علي. أول حاجة إن أنا أعمل حاجة لبلدي، دي حاجة بالنسبة لي يعني مش قليلة. أنا كان لسه في عمري إن أنا أعمل حاجة لبلدي دلوقتي، فأنا دلوقتي تحملت مسؤولية كبيرة، وأنا إن شاء الله بكون قد المسؤولية. يعني كتمثيل البلد. كتمثيل بلدي. طيب دائما ملكات الجمال بيتم اختيارهم، يعني بتطلعوا ليهم من باب الجماليات، يعني الجسد. يعني انت بوجهة نظرك بتلاقي هاي نظرية صحيحة؟ لا. ولا بيتم اختيار ملكة الجمال بناء على الثقافة على المستوى التعليمي؟ لا، أنا ما بقتنعش إن الجمال جمال الخارجي خالص. الجمال جمال الداخلي. يعني إحنا في بنات معانا كتير ما شاء الله، ثقافة، 5 لغات، يعني عمري ما الكمال كان جمال الوجه بس، فالجمال جمال الداخلي.
نعم بالتأكيد. الجمال لا يقتصر على المظهر فقط، يعني كيف تنقلين هذه الصورة كملكة جمال؟ يعني كيف اليوم عم تثبتي للعالم أنه البنت الجميلة بشكلها الخارجي أيضا جميلة من داخلها؟ بقول أنا لكل البنات العالم إني الجمال جمال الداخلي خالص، مو جمال الوجه. لأن الجمال إحنا يعني عندنا حاجات كتيرة قوي من جوانا نقدر نطلعها كثقافة، كمعاملة، ككل حاجة. ما هو أساس الجمال الداخلي؟ الروح. الروح. وانت قدرتي طبعا توصلي روحك الحلوه اكيد كل البنات يحاولوا ان هم يوصلوا روحهم الحلوه والقائمين على الحفل، وعلى هيك تم اختيارك. طيب حابين نعرف طبعا اي بنت بتفوت باي مجال بيتم او تعرضها لكثير من الانتقادات وبتواجه كثير صعوبات لحتى تكون في هذا المجال وواقفه على رجليها. شو هي الصعوبات اللي واجهتك؟ أنا صعوباتي يعني أنا ما لقيتش أي صعوبات الصراحة في المسابقة. في مشاركتك في المسابقة ما لقيتي أي صعوبات؟ لا ما لقيت أي صعوبات، بالعكس كل حاجة أنا كنت بحتاجها كنت بلاقيها. نعم. وكيف لقيتي انسحاب المشتركة زميلتك المشتركة السعودية؟ ملاك. نعم. ملاك قابلتها مواقف كثيرة، تعليقات إيجابية وسلبية. هي حبت إنها تنسحب علشان عيون شعبها. نعم. مش أكتر. لو كنت مكانها كنت لتفعلي نفس الشيء؟ أكيد أكيد، لأني أنا وحدة بمثل دولتي، فأنا أكيد مش هقدر إن أنا أمثل دولتي وشعبي مو راضي عني. فهي عملت كده، ده اختيار صح ليها. لكن في اشخاص كمان ما بيطلعوا للسوشيال ميديا والانتقاد الاخرين، مجرد ان هم يوصلوا للمكان اللي هم بيطمحوا ليه. هل انت مع الاصرار والاراده لتوصلي للمكان اللي انت فيه، ولا مع ان انت تتنازلي في سبيل ارضاء الاخرين؟ انا اكيد ما اكون مع اصرار واراده ان انا اوصل للهدف اللي انا عايزاه يعني، بس هي حبت انها تنسحب لاني ده القرار الصح، واحنا كلنا دعمناها في كده. ده القرار الصح انها كانت تنسحب. نعم. لاني ما ينفعش انها تكون بتمثل دوله وشعبها مش راضي عنها. نعم بالتاكيد. احترام راي الشارع دائما من الواجب على اي شخص مشهور وموجود تحت الاضواء. نشكرك كل الشكر على وجودك معنا. كنت معنا في هذا الصباح وفران اسماعيل، وصفه ملكه جمال العرب من السودان. شرفتينا. شكرا لك. أرض الجمال والخير، أرض السمر والنيل، حضارة ممتدة، حضارة ممتدة.